السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا. عشان نخرج طبعا من أجواء العيد لازم نغير جو. نغير جو في أحلى مكان في الدنيا، الأرض الزراعية والهواء الطلق. لقينا أرض الفول قدامنا، قلنا نجمع شوية ونعملهم ونغير جو الأكل بتاعنا، بقى أكل الفسيخ واللحمة والحاجات دي مع شوية سلق. لقيتهم بصراحة عجبوني، خدتهم وقلت أخزنهم عندي في الفريزر للقلقاس. طول ما انا ماشيه كده عماله انقي في ايدي، وكان في شويه خبيزه بصراحه، بس العيال قالوا لي لا مش عايزين. كل سنه وانتم طيبين. نقينا شويه فول حلوين ونقينا شويه سلق. ما هو جو العيد ده ما يحتاجش غير الحاجات الجميله دي، ان الواحد يغير اكله يستمتع بيها مع الجو الحلو ده والجو الجميل. جو العيد ده والنوم والكسل ما يلوش لازمه خالص. روحنا بقى البيت، جمعنا شويه فول اخضر وقلنا نفرطهم، ناخد منهم شويه كده نعملهم طبق حلو كده بدل الفسيخ واكل الفسيخ واللحمه. الواحد زهق طول شهر رمضان طبيخ بقى من هنا ومن هنا. جبنا حته سمنه ونزلنا عليها في الحله مع بصلايه حلوه مفرومه ونزلنا بيها نشوح كويس، تاخد معانا لون. يعني ما نغمقهاش عشان ما تمررش، البصله لو غمقت بتمر. خدت بس معانا لون. كنا طبعا واحنا بنفرط الفول كنت عامله شويه طماطم، قلت اعملهم صلصه جنبي على البوتاجاز سريعا كده كده بسرعه. اخدنا من على الكيلو الفول اللي احنا عملناه مقدار كيلو، اخدنا اربع كبشات كده، وقلبناهم ونزلنا عليهم بشويه بالسبع بهارات وشويه فلفل اسود وشويه بابريكا مدخنه، بتدي طعم حلو قوي في الاكل. الصلصه بتاعتي كده انا بحبها تقيله بقى. نزلنا عليهم بالفول اللي احنا مفرطينه وقلبناهم. قلب قلب انت معانا شكل حلو كده، وغطينا وسبناهم يتسبكوا كده مع بعض وياخدوا ويدوا. ونزلنا عليهم بقى بشويه ميه سخنين. انا ما خفتهاش قوي، هي خدت معانا حوالي مقدار كوبايتين ميه بس. ونزلنا بقى قلنا طبعا نعمل جنبها شويه رز، نزلنا بحته سمنه وشويه الشعريه بتاعتنا، حته الزبده سيحناها او السمنه البلدي. انا كان عندي زبده صفرا، نزلت بقى بكوبايه شعريه كده ونزلت عليهم بشويه فلفل اسود، تدي ريحه حلوه قوي مع الرز. حمرنا الشعريه بتاعتنا، كنا غاسلين الرز ومجهزين، ونزلنا بيهم 4 كوبايات رز يعني كيلو رز، ونزلنا عليهم بالميه السخنه بتاعتنا مع الاكله الحلوه بتاعتنا دي. وقدمنا الاكل. بذمتكم مش اكله احسن من الفسيخ؟ كل سنه وانتم طيبين.